خوتي السلام عليكم. اجيو نشوفوا الاجواء شاعله عند زكريا حدراف وبالعودي من بعد الخرجه الفاشله ديال محمد وهبي مدرب منتخب المغرب، وانا اتفق معهم جمله وتفصيلا. جملة وتفصيلا في هذه المسألة. ما يمكنش تلعب مع فرنسا وانت كتقول هو كيقول هو بان يعني في المستقبل خص يكونوا عندنا لعابه، واخا كنختلف معاه في هذه المساله لان كاع اللعابه اللي داو كيلعبوا تيتيلي في فريقهم. المشكل لا نقدر نختلف معاك بالعودي. انا غنجيك لهذه المساله، خصهم يكونوا مؤثرين. انا غنزيدك لهذه المساله. كيفاش غادي تخلي واحد اللي هو مؤثر وغادي واحد اللي ماشي هو مؤثر؟ كيفاش تخلي عمران اللوزه اللي كيلعب في الطوب كابيتان ومؤثر ودي مثلا سميتو هذا امين سباعي ولا دي جاسم اللي غير مؤثر؟ ياك انت كتكلم على واحد يكون مؤثر معمم مؤثر اكثر من جاسم لوزو معمم بجوج مؤثرين. اخو ماش مؤثر اكثر من جاسم مع انهم كيلعبوا في نفس البوست. بمعنى انت خليتي اللعابه اللي انت كتقول خصهم يكونوا عندنا مؤثرين وديتي اللعابه اللي حنا كنشوفوا انهم ماشي مؤثرين. هذه كتبقى اختيارات، ولكن الافكار اللي عندك خديتي لها اللعابه اللي ما غيطبقوش الافكار اللي عندك. فهمتي؟ ملي كتقولي انا بغيت لعاب مؤثر وما كاينش محسن واحد دير واتفورد دير كابيتان ديكيب والطوب في الاحصائيات وفي المستوى وتيتيلير وكيلعب كاع الماتشات في التوب نيفو ومعاه البولز ديالو نهار في التوب نيفو، وانت ديتي واحد اللي غتقارن مثلا عمران لوزه مع هذا السباعي ولا غيره، واخا غايقول لك ماشي ميم بوست مي عمران لوزه ممكن يلعب في كنقارنوا مع السباعي تابو فانا جايك عنده سيزون كبيره. حيت هو تكلم على جوج الحوايج، تكلم على اللاعب خصو يكون مؤثر وتكلم على عندنا لاعبين شباب. حنا في المنتخب ما كنشبوش، حنا في المنتخب كنديو اللعاب اللي عنده الاكسبيريونس واللعاب اللي جاهز غيعطيني في داك الكومبيتيسيون. من بعد يقدر ما يبقاش خدام ليا، ولكن في ديك الكومبيتيسيون محتاج اللعاب اللي انا محتاج خصني نديه. هاد العقليه ديال اللعاب شاب وغادي ياخذ ممكن في التصفيات عندك اليوفان تاخذ اللي بغيتي ممكن لا ممكن كتجي مع الوقت، ولكن ملي كنمشي لا كومبيتيسيون الكومبيتيسيون اللي غادي نمشي ليها وغادي نضر فيها على اللقب ما كنبقاش نفكر في هاد المساله ديال لاج. ما خصهاش تكون محدد. انا اللعابه شباب شكون قال لك من هاد اللعام هنا 4 سنين بقى في لو ميم نيفو ديالو؟ شكون اللي قال لك هاد اللعام ما غاديش ينزل قدر الله بليسير قدر الله ما عرفت شنو؟ حنا كنتكلموا على انت دخلتي لواحد الكومبيتيسيون فيها 30 يوم خصك دير ليها افضل لعابه، يكون عنده 30 عام يكون عنده 14 عام 19 عام 17 عام ما كيهمش. هنا فين كاين الاختلاف. حيت شحال من واحد كيجي كيقول ربحنا راه غنربحوا لاعبين، ولكن حنا راه خسرنا لعابه اخرين اللي ربحنا هادو. راه خسرنا بوفال كان ممكن يكون اخر كاس العالم ديالو. هو فاش دار المقارنه دارها مع المنتخب الفرنسي وقال لك فاش دار هذه القضيه ديال اللاعبين المؤثرين مع المنتخب الفرنسي قال لك شوف مثلا اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي كل واحد فيهم الى اي درجه يؤثر في الفريق ديالو، البوا الحجم ديالو مبابي باركولا ديمبيلي هذوك وزيد وداك اوليزي وزيد كلهم يعني لاعبين اللي البوا ديالهم ثقيل مقارنه مع المنتخب الفرنسي. اللي جينا نديروا مثلا اسقاط على ما عمرك تقارن بهذا الشكل. فهمتي؟ دابا شوف حنا راه كنتكلموا غير كنناقشوا معاه. هو الا بغيتي تتكلم من جهه اخرى راه تم لا مجال المقارنه بين مدرب شاد المنتخب 12 عام اللي هو ديشو مع وهبي اللي شاد المنتخب 4 شهور. فهمتي؟ لا مجال المقارنه. هذا الشيء اللي دار في 4 شهور كله ايجابي، ولكن في هذا الايجابي كان شي حوايج اللي ضيعت علينا اننا نكونوا افضل. منها الطريقه ديال اللعب اللي ربما كانت تكون في دي بلون اخرين اللي نقدروا نحرجوا بهم يعني فرنسا. مساله اخرى شنو اللي خلى اللاعبين يفتقدوا الشخصيه امام المنتخب الفرنسي؟ خصو يجاوب على هذه المساله. تجاوب على وقال واحد القضيه قالها شحال من خطره، ولكن علاش هو قال بالضبط كيبقى عاود اكثر مره قال لك ما كناش خايفين. لا وكان علاش كيقول لك ما كناش خايفين على كنتش خايف حاجه انت راك ما خايفش لان هادو اللعابه كيلعبوا في الهو نيفو ولكن اشنا هو اللي خلاهم يفتقدوا الشخصيه في ذاك المباراه. هذه مسألة ما جاوبش عليها، وهذه مسألة مهمة، وهذه من الحوايج اللي المدرب كيخدمهم. يعني ما عطاش الأسباب، قال لك ها شنو كان عندنا افتقدنا الشخصية، هو كيتحمل المسؤولية شي كله عارفينه. دابا حنا شوف ما هو إيجابي راه إيجابي. علاش دابا كنناقشوا ماتش فرنسا وما كنناقشوش 5 الماتشات؟ هو بحال بغى يدافع على واحد الحاجة، هو بحال بغى يدافع على أنه ما بدلش سيستم جو ديالو، ما بدلش التكتيك ديالو، ما بدلش البلان جو اللي لعب ليه. ربما كان كيقول بأن الناس ينتقدوا في هذه القضيه، يقول لي بدلتي غيرتي، قال لهم لا انا ما بدلتش، لعبت بنفس الطريقه. ولكن الا لعبتي بنفس الطريقه يعني علاش ما كانش نفس النتائج؟ مثلا بلي كانت ضد البرازيل وضد اسكتلندا. دابا هو قال لك ما نلعبش بنفس الطريقه باش ما يقولش حكا راه حنا خايفين فرنسا ولا راه فرنسا. قالها عاود اكثر مره، ولكن راه بالنسبه لي هذا هو الغلط. راه خطا. راك انت لعبتي مع كندا وشفتي كندا منين ضغطوا عليك 45 دقيقه، شكون اللي خلاك في الماتش؟ راه خلاك بونو.
راه داروا دي زوكازيون يعني فاس فاس وبونو اللي خلاك في الماتش، بمعنى ملي غتجي عند فرنسا غيكونوا اصعب في المحاولات من كندا. من انت خصك تبقى بلونجو اللي تردهم اللور، بلونجو اللي ما تخليهمش هما يلعبوا ساهل. حنا سهلنا عليهم ملي بقينا كنشدوه كيشدها سميتو نايل ولا دو كيردها عند مزراوي كيردها عند بونو هما درنا حنا شنو درنا ملي كنبداو الماتش؟ شنو كنديروا؟ كنضربوا لتوش كنمشيو نضغطوا، وراه كان خصنا نديروا نضربوهم نمشيو نقلبوا على الدوزيام بالون عندهم. الحارس ديالهم زكريا ما شفناش تقريبا شي 60 ولا 65 دقيقه ماشي، يعني اللي ما كانش كيعرف مثلا الحارس ديال المنتخب الفرنسي داك مينيو ما غيقول شكون هو اللي حابس فرنسا لانه ما بانش بطبيعه الحال. دابا شوف في المقابله ديال فرنسا انا بقى في عليها الحال بزاف لان هما فرضوا لو جو ديالهم علينا. دابا هو كيقول لك اودي عندهم مبامبي، عندهم ديمبيلي، هادو مؤثرين في الفروق ديالهم. حتى حنا عندنا مؤثرين في الفروق ديالهم، راه عندنا السيباري، عندنا دياز، لكن لو بوا حضره في لا ما تقولش لي مبابي اللي كيلعب رسمي تيتيلر وكيماركي كل سيمانه، دياز اللي كيدخل مره لا كيلعب رسمي الماتشات الاخرين، ولكن لا وجه المقارنه. حكيمي باستثناء حكيمي، مزراوي ما كيلعبش باستثناء حكيمي، واحد ما كيلعبش فولهام، شادي ما داش كاس غير هذيك النهار. كنا تنهضروا على لاطاك راه غيماركوش حكيمي، راه قالها في لا كونفيرونس واش حكيمي اللي غيطلع يماركي؟ حكيمي احسن ديفونسور في العالم، ولكن حكيمي غيبلوكي، ما غيطلعش يماركي، غيبلوكي غيبلوكي ما فرضناش لو جو ديالنا. الله يخليك، راه قال افتقدنا الشخصيه. علاش نفتقدوا غير هذاك الماتش؟ علاش شنو؟ علاش هادشي اللي قبل عودي ما جاوبش عليه. رحنا طيحنا البلوك، واش عرفت شنو درنا؟ راه طيحنا البلوك. انا راه في ال11 دو ديبار ما عجبنيش الحال. دابا واش فهمتي ولا لا؟ كيفاش غتفسر ما غادي بجوج ديال لي زاتاكون؟ خلي السيباري كان مزيان من ناحيه السيباري، عندك جوج ديال لي زاتاكون ما دخلتي حتى واحد ودخلتي الخنوس اللي ما عمرو لعب في ذاك البوست في ماتش اللي هو كبير. هذا هو كيفاش غتفسر مزراوي غتحطو تما وانت مادي جوج ديال لي ديفونسور اللي هما كاينين؟ راه لعبتي بيه قبل الحال، لعبتي بحال الحال، عندها تفسير واحد، عندها تفسير واحد. شنو ما تيقش فيه في ذاك البوست وعطيت مزراوي تما. ولاش غادي بجوج ديال المدافعين وثلاثه وانت غتحط مزراوي تما؟ واش فهمتي؟ كيهضر على قال لك شنو هي لا بيركيسيون ياك، ولا بيركيسيون انت خليتي بوفال اللي كيشدها كيقلب فرقه. مني ما كاين الزلزولي الثاني، الاول اللي كان هو بوفال والثاني هو الزلزولي. مني تقلبات ولا الزلزولي كانت لي بليسير ولا الزلزولي تيتير اللي خص يكون من مورا هو بوفال. كيفاش غادي تخلي شكون الافضل؟ مثلا دير رحيمي اللي كيطلب في الظهر ديال هذا، وتخلي الخنوس فين كاين لاعب في البوست ديالو دار يعني مباريات في المستوى مع دياز واخا ناقشوا المستوى ديالو، او لا غتدخل الخنوس وغدير هذاك. اتكلم على شمس الدين طالبي، وانا ما شفتش كاع شمس الدين طالبي في الماتش. دار كيقول لك فين دار شي فاس فاس قلب ودخل ولا دار شي حاجه غير ما كاين والو. علاش كتكلم على شمس الطالبي رومبلاسون ندخلو يكون مزيان، ولكن تيتيلير في هذا الماتش راه ما كان حتى شي حاجه. كيفاش كتكلم على شمس الدين طالبي كان في المستوى؟ انا بالنسبه لي الاختيارات اللي دار وهبي خلينا نفس الطريقه، ولكن دار اختيارات واخا رجعوا في هذه القضيه. كان سؤال قالوا لي شنو الفرق، قال لهم راه ما كاينش فرق كبير بين اللي مشى، بين اللائحه المستدعات واللائحه اللي ما مشاتش. بمعنى راه هذوك اللي عيط عليهم واللي ما عيطش عليهم راه ما كاينش شي ديفيرونس كبيره. الشوفه ديال الجمهور اللي كيفهم في الكره راه ماشي هي الشوفه ديالو. باش تكون راه بعض الخطرات الجمهور راه كيكون عنده الحق، راه عنده الحق في شي حوايج بحال دابا معما لوزا بوفال حنا احتاجيناهم، راه ماشي ما احتاجيناهمش، راه احتاجيناهم في المنتخب الوطني. ولكن كاين واحد اخرين يدوا بلاصتهم، مشاو بلاصتهم، ولكن ما عطاوش كيعطيو هادو عندهم الاكسبيريونس ولاعبين دي كومبيتيسيون. يعني ملي غادي يجيو وداروا دي سيزون مزيانين، راه بالارقام. راه نهار كنت انا وياك انا ما هضرناش على بوفال، ما هضرناش على لوزا، وعلاش ما بقيناش في لاليس؟ حنا فتنا لاليس، حنا مشينا لابعد نقطه. دابا اسمح لي قاطعتك حدرا. دابا التاثير، دابا ملي كتاخذ واحد المنتخب وهو تكلموا على مساله ديال الليدر هو واحد اللاعب كيجي كيكون مؤثر في اللعب ديالو، مؤثر في الشخصيه ديالو، كيقدر يهز الفرقه ديالو. ما نتكلموش على يعني نتكلموا غير على النوعيه. دابا انت ملي كتاخذ مثلا جاسم، كتاخذ الميموني، كتاخذ السباعي، كتاخذ مثلا حلحال، هادو لعابه كاينين البدائل ديالهم اللي هما يكونوا مؤثرين.
كاين بوفال، يعني شخصيته من غير كورته مؤثره في المنتخب الوطني بشخصيته بتجربته. عمران لوزادو كلهم دازوا، اخو ماش داز عنده مباريات وعنده تاثير في خط هجوم المنتخب الوطني اكثر من الميموني. كيفاش تخلي اخو ماش اللي لعب وكان في الالعاب الاولمبيه من احسن اللاعبين ودائما كاين مزيان لعب الفينال ديال الكونفيرونس وكتجيب مثلا الميموني اللي يلاه غيجي يكتشف هذا غتجيبوا لكاس العالم كومبيتيسيون توب ديال لي كومبيتيسيون اللي كاينه في العالم. ما كنقولش راه ضعيف كرويا، ولكن باش تحطوا في هذا الكونتكست ديال الماتشات كبار كذا راه شتي الميموني مدخل ما كانش. شوف الميموني مثلا فرقته كتلقاه كيطيح ويماركي ويدير، ولكن حنت هنا ما كتعتمدش على النيفو ديال الفوتباليستي، كتعتمد على الشخصيه ديال اللعاب، واش غيكون في ذاك الكونتكست اللي غتحط فيه ديال المباريات كبار واش غتكون عنده ديك الشخصيه اللي سيبورتي داك الضغط ويعطيك الاضافه. انت خليتي لاعبين اللي عندهم خبره عندهم تجربه وديتي لاعبين اللي بالنسبه لي انا مازال عليهم الوقت انهم يكونوا مع المنتخب الوطني، لا جاسم لا تبارك الله في المستوى، ولكن مازال عندهم الوقت باش يكونوا مع المنتخب الوطني. مي لعابه اللي كان خصهم يكونوا لان عندهم الخبره عندهم الشخصيه وعندهم التجربه ويعاونوك ما كانوش. باش الناس يفهموا، انت كتجاوب على النقطه اللي قال وهبي اللي قال لك افتقدنا الشخصيه، وهذا انت كتقول ليه راه اللعابه ربما ما عندهمش شخصيه. كان مشكل في الاختيارات. راه قلناها قبل، راه هاد اللاعبين اللي كنجبدوا دابا ولا جبد السي بالعودي حنا قلناها قبل لا ليست، كنا كنتسناو في لا ليست اليوم غدا وكنا باركين هنا وكنقولوا ها اللي خاص. علاش؟ حيت هذيك الشخصيه حنا عارفينها. واش انت غتمشي تلعب واحد كوب دي موند كفي اللاعبين ديال العالم المؤثرين الواعرين، انت راه خاصك تما غادي بسلاح. وكيف قال السي بالعودي قبيله راه كل مقابله كتدخل بسلاحها. راه كندا راه ماشي هي هولندا ماشي هي هايتي. فرنسا عاوتاني ملي جات فرنسا وغنلعبوا مع فرنسا راه خاصنا نلعبوا عاوتاني بسلاح واحد اخر مغاير. ماشي غادي ندير انا نفس التاكتيك ونقول لهم الا ما درتش نفس التاكتيك راه غيقولوا لي لا. هو دافع على هذه القضيه، دافع على هذه القضيه، قال لك حنا لعبنا بنفس التاكتيك. هذا راه غلط، حيت هو دافع على الخطا. قال لك الا غيرنا يقول لك راه خايفين. لا ما خاصكش تكون، خاصو يغير، خاصك تغير بيان سور، خاصك تغير. الا كان هو المدرب اللي ما عندوش افكار. المدرب خصو يكون عنده افكار متنوعه كتغير من ماتش لماتش على حسب الطبيعه ديال الخصم. فرنسا ماشي هي هولندا، ماشي هي النجوم اللي عند ها هو دابا نعطيك مثال. علاش درتي مزراوي في اللاكس؟ ايوا غيرتي علاش ما خليتيش حل علاش ما درتيش السعدان؟ ما تيقش فيهم. علاش درتي مزراوي؟ حيت عارف فرنسا اش عندها الطوب ديال اللعابه. هذا اش كيعني بانك درتي واحد التغيير، وهذاك التغيير كان خصو يكون حتى في اسلوب ديال اللعب. غيرتي في لا ديفونس ولكن خصك تغير حتى في اسلوب اللعب باش تبلوكي فرنسا انها تبقى لعبه عندك في النصف الملعب ديالها باش ما نبانوش هكاك. وتا مساله اخرى، انت عارف بان في الميليو هما فايتينا بزاف. وشتي بوعدي من غير الماتش ديال البرازيل شتي كان وراه هذا الماتش ديال سفيان امراض هو اللي خصو يكون تما في اليديه وفي القتاليه وفي هذا ويضرب، هو اللي خصو يكون ويخلي نايل يقدر يزيد شويه اولا هو بجوج يهزوا الثقل ديال الميليو. راك شتي بوعدي ما كانش نهائيا في هذا وخلاه. راه نايل وبوعدي راه بانوا لي داخلين لنا في لا ديفونس، راهم بهم طيحنا البلوك حيت ما نقدروش يخرجوا الكره نهائيا. هذاك صليبه واللاعب اللي حداه راه كانوا ليبر. كانوا ليبر، كانوا هما بجوج في لا ديفونس بحال هكا واصلين حتى لعندنا. ما يمكنش فينا وراء حرب اللي غادي يبرزطهم. على الاقل كنا كنشوفوا السيباري مع هولندا كان مبرزط ليا لا ديفونس، مع كندا كان مبرزط ليا لا ديفونس، ملي دخل الرحيمي عاوتاني برزط ليا لا ديفونس. اما كونتر فرنسا هذوك الجوج ديال لا ديفونس راه كانوا لي كندا تعطاو المفعول ديالهم، كونتر هولندا عطاو المفعول ديالهم. لكن نفس اللاعبين عرفت نفس اللاعبين رحيمي. دابا تصور دابا رحيمي لعب ماركا في الماتش ديال هايتي، عطى اسيست ماركا في الماتش ديال كندا. يعني انت من احتاجيتي يكون اتاكون راه هو اللي خصو يكون، هو اللي الله يرحم لك الوالدين. حيت ماركا وتموتيفا وبان بانه خرج من الضغط وانه باغي يعطي شي حاجه اخرى للمنتخب الوطني وانت احتاجيتيه. خاصو هو يكون احتاجيتيه في ذاك البوست اللي هو مدير الخنوس وتحاول تبدل ليه البوست. علاش كتبدل البوست؟ الخنوس كان غادي مزيان في ذاك البوست، خليه تما والخنوس مع دابا عندك جوج. عندك كعبي وعندك رحيمي ياك، وعندك لاعب مع عمرو لعب في ذاك البوست اللي هو الخنوس. درتي هذاك اللي مع عمرو لعب وخليتي هذوك اللي كيلعبوا في ذاك البوست. قبل ما تبدا المقابله شفت التشكيله، راه كان معايا حميد وكريم مراد. شفت التشكيله قلت لي لا غلط،
باقي ما بداش، باقي ما تش. قلت لي اش خاصنا نديروا دابا؟ قلت لي حل والمزراوي يرجع لبلاصتو والخنوس يرجع لبلاصتو ويدخل الرحيمي ودياز صافي. هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي وفهمتي. ولكن هو شاف شوف اخرى ملي شاف هذيك، حيت باينه دابا اي مدرب وحنا لاعبين كاس العالم. هذاك كاس العالم هذيك المقابله اما غتكون اما ما غتكونش. خاصك تشوف اخر التشكيله لعبتي بها ولي رومبلاسون ديالها اللي دخلتي بهم ياك شنو هو داروا. اما باش تجي وتا مقابله حاسمه وتغير فيها بزاف د الحوايج. وفي الندوه اللي تابعتها بالعودي راه عاود في واحد السؤال، راه قال لك درنا استراتيجيه اللي ما تمشاتش لينا، راه عاود قالها واحد المساله مهمه. الشيء نقدر نتفق معه في هذه المساله انه يحافظ. لو انه كانت عنده مع المنتخب الوطني واحد 3 سنين ولا 4 سنين نقول لك ممكن يحافظ، لان الاسلوب والقراءه غيقدر. ولكن انت عندك 4 شهور. فرنسا الا داروا داك الشيء عندك واحد 8 9 فرنسا عندهم 12 عام مع هذا المدرب، فهمتي؟ من غير البونتوس الا دار واحد النهج تكتيكي، لانه دار بزاف وعارف شنو كاين. انت ما عندكش يلا 4 شهور باش بديتي، واول كومبيتيسيون غتدخل هي كاس العالم، فما يمكنش انت باغي تفرض الاسلوب اللعب ديالك على فرنسا، ما يمكنش. انت كتقول ما عنديش لعابه مؤثرين، انت عندك قناعات داخل بهم وكتلعب ضد القناعات ديالك. عندك لاعبين ماشي بالنسبه لك انت ماشي مؤثرين، ماشي في النيفو ديال فرنسا، وباغي تواجه فرنسا بالاسلوب ديال انك انت تخرج الكره وداك الشيء، وباللعب ديالك اللي عارفه فرنسا واللي قاريه عليه فرنسا. الطبيعه ديال الافكار ديالك. ترى الكره الحديثه دابا هي الدكه الاحتياط. شنو هو عندك انت في الدكه الاحتياط؟ لا هو بان بانه كان مشكل دوك الاحتياط، لانه ملي المدرب كيبدا يلتجئ انه يجيب هذا بلاصه هذا فكتعرف بانه ما تيقش في باش نكونوا واضحين زعما ما خصهاش استنتاجات اخرى. علاش ديتيهم ملي ما تيقش فيهم؟ علاش غادي بهم هما في ذاك البوست كيلعبوا فراقيهم وانت غادي بهم؟ قلب على واحد اخر، ولا على الاقل ما ديش مثلا حلحال دي شي واحد في بوست اخر، حيد حلحال ودي بوفال مثلا، فهمتي؟ يا باغي عندك مزراوي اوبسيون وديتي مثلا صلاح الدين وديتي بالعمري ياك، ولو عندك 3 يكون ردت سميتو سعدان لاكس. اي دابا حنا دابا هو عنده جوج ديال مركز الظاهر ايسر، عنده جوج ومعاهم مزراوي 3 وهو مزراوي اوبسيون عاوتاني باش يكون في اللاكس. واش غادي بحال حيدو دي بوفال، فهمتي؟ زيد واحد انت عندك اوبسيون في اللاكس، عندك اوبسيون يا غيلعب هنا يا غيلعب هنا، فهمتي؟ يعني علاش انت غادي بهذا كامل هادشي كامل وما لعبتيش؟ الا ما كنتيش تايق مثلا في حال تلعبوا كونتر فرنسا، فاش غنقولوا على سعدان اللي مريح؟ الا كنتي انت غتبريكولي، لانه مزراوي في بلاصتو اثبت بانه تمايا كينضي البلاصه ديالو، كيقضي لك الغرض في هذيك الجهه ديك. بزاف ديال الامور اللي هضر عليها كانوا الناس كيهضروا قبل ما نمشيو، كانوا كيهضروا على التجربه في كوب دي موند. انا قلت لهم ودي السي وهبي احتراماتنا ليه، باقي ما عندوش ديك التجربه الكافيه ديال كاس العالم. هذا راه كوب دي موند. شي وحدين قالوا بان راه خدا كوب دي موند ديال ايفان ودير الكوب دي موند ديال العالم، راه ماشي ولكن كانت فينال حضر. اسمع راه اول تجربه كانت فينال، راه ماشي كلشي خايب حضر، ماشي كلشي خايب. تجربه راه هذه هي التجربه ديال بصح. ملي كنلعب انا ضد واحد ولكن اول ظهور ومشي الكارت فينال راه انجاز اصاحبي في حد ذاته. انا كمدرب راه مصريين راه خرجوا كاملين اصاحبي، راه ردوا عيد بالنسبه لك انت كمدرب وبالنسبه لنا حنا كشعب وكدرابو ما تشوفش فينا. واش بغيتي انت؟ احنا بغينا الكاس. تحيد لي انا من فمي باغي الكاس. انا وصلت للكاس الفينال ديال كاس افريقيا ديال الكاس حضره. اسمع اصاحبي، شوف انت كي دير لها انت مدرب تخرج راسك. هيك انت مدرب خرج راسك. انت مالك كتقول لي انا مدرب؟ انت مدرب خرج راسك. انا باغي الكاس. ولكن ما لعبش بوحدك عاوتاني، راه معاك فرنسا ومعاك هادوك فرنسا. انا بغيت نربحهم. ربحني فرنسا. توهوه ورا جهدك حدراف، راه كل واحد كيلعب بجهده. راه الجهد حدراف، كل واحد وجهده. فاهم اصاحبي الجهد. يعني ملي كتكون فرنسا حطينا نجيب لك دابا التشكيله نقول لك السميات ما يمكنش. التجربه ديال كوب دي موند راه كيشدك كيحمقك اصاحبي. التجربه ديال كوب دي موند ديال الكبار ماشي هي التجربه ديال كوب دي موند ديال راه ايفان راه قراب لهادوك. راه يامال داب 16 عام داب الدور. كتكون قراب الدراري، وانا القضيه ما تناقش معكم فيها.